اتعرف ممكن باسم ما اقولش حضرتك؟ ممكن ما اقولش اسمي. ممكن ما تقوليش اسمك. طيب، كم سنة حتى؟ 37. 37 سنة. احب اعرف مشكلتك. آه مشكلتي ان انا كنت كنت ليا واحد زميلي توفى. آه زميلي ده اتعرفت على حد، يعني كان منزله بوست ان هو توفى وكده، وانا ما كنتش اعرف الشخص ده. تمام. فدخلت اتكلمت معاه ان زميلي توفى وكده. بعد كده قلت له انت مكانه وخليك معايا وان انا كانت ظروفي اصلا في الوقت ده، ظروفي ان انا ما كانش ليا حد، والدتي كانت فصلت عن بابايا. يعني انت زميلك اللي هو توفى ده كنت مرتبطة بيه؟ اه، اللي هو توفى ده. تمام. فلما توفى انت قلت لصاحبه عايزة برضك ان انت تبقى زميلي مكانه وارتاح معاك في الكلام، صح كده؟ ايوه تمام. تمام، كملي. بعد كده لقيته بقيت اكلمه على الرسايل خاص وكده، واتكلم معاه ويتكلم معايا وقعدت شويه مصدومه ان هو زميلي توفى وكده. تمام. بعد كده بقينا نتكلم واحكي معاه، وكل حاجه مزعلاني مضايقاني احكيها له. جميل. كنتش اي حاجه حصلت ومامتي زعلتني، اخواتي، اي حاجه اي حصلت حاجة كنت اقولها بتحكيها له. له. تمام. ومعرفش ان هو خاطب. وهو ما قالكيش ان هو خاطب؟ ما قاليش. قال لي عاداتنا وتقاليدنا ما ينفعش تبقي معايا. ليه بقى؟ عشان ما ينفعش، وكان كل ما اقول له حاجه يقول لي ما ينفعش، مش هينفع. ايوه، هو ما ينفعش انت تكوني معاه، انت مثلا بتعملي حاجة فهو مش قابل بيها لا، طب ليه ما تنفعش تبقي معاه؟ عشان انا اكبر منه سنا وكنت منفصله وهو لسه اه، بيبتدي يعني هو حياته. انت بالنسبة له اول حد، يعني ما اتجوزش هو قبل كده او حاجة؟ تمام. اه، انت ايوه. 37 سنة، هو كان كام سنة؟ 27. فرق بينك وبينه 10 سنين. اه. اه حبيبي. انت عندك اولاد؟ اه، عايشين مع باباهم. يعني مش عايشين معاك انت؟ لا. تمام. وبعدين؟ بعد كده اتكلمت معاه، بقينا نتكلم. جيت مرة على مرة دخلت على الصفحة، لقيت نازل بوستات خطوبة وحاجات زي دي. تمام. انت خاطب؟ لا انا مش خاطب. تمام. بدأنا نتكلم مع بعض. يروح ويرجع ويكلمني ويهني ويزعق لي. قعد 16 يوم و15 يوم ما يكلمنيش، ويرجع يكلمني تاني، يخش على الواتس يفتحه لي يكلمني ويرجع يعمل لي حظر. اخش اتكلم معاه يزعق، مره يتخانق، مره يعمل لي بلوك، مش عايز يتكلم معايا. تمام. آه بعد كده لقيته بيكلمني رمضان. قعد 16 يوم رمضان اللي فات، 16 يوم قبل رمضان مش عايز يتكلم معايا. تمام. وفجأة بعد ولقيته عمل لي بلوك ومش عايز يتكلم معايا. ورن عليه بس ما كانش عمل لي بلوك على التليفون. ارن عليه صبح وبالليل مش عايز يرد عليا. جه في رمضان في حد كلمني، قال لي انا قلت له اقول لك كل سنه وأنت طيبه بس واطمن عليكي. بعد كده قال ان خطيبته شافت الرسائل واننا ما ينفعش ينفع كده وما ينفعش، وان خلاص هو هيتجوز يعني اه، بعدين ب اللي 10 هو ايام. طب مع انك انت سألتيه وقلت له انت خاطب هو قالك لا، يعني كذب عليكي؟ ايوه. تمام. حصل. تمام. بعد كده لقيته بيكلمني بيقول لي بقى خطيبتي مش خطيبتي، واحد علقت محاليل وتعبت وقافله تليفونها، وعن ابو الحب يعني ابو الجواز. انا وقعد بقى يهني، هني اهانه جامده قوي يعني. عشان هي عرفت ان انت بتكلميه. بس بعد كده جيت اتكلم معاه تاني. رفض يتكلم معايا. حاولت ان انا يسمعني. طب انا اتعودت عليك. طب انت، انا نفسيتي تعبت الفتره اللي فاتت وقعدت في البيت وتعبانه. مفيش خالص. اتكلمت من كذا رقم، يسمع صوتي وما يردش. آه اكلم زميله يقول لي مش عايز يتكلم معاكي. آه
ان هو جه عليا في عز ان انا ماليش اي حد، ماليش ان ربنا وبابايا ومامتي بعدت. آه، واخواتي طبعا كل واحده في حياتها. حاولت اتكلم معاه مفيش خالص. هو انت بقالك آه، قد ايه معاه؟ حوالي ممكن يكون 6 شهور كده لحاجه. 6 شهور. خلصت الكلام ولا لسه في حاجة تانية تقوليها؟ خلصت. خلصت الكلام. انا بقى اسألك شوية، انت ليه معاه؟ انت عايزة منه ايه؟ اما هو بيقولك انا مش هتجوزك واهلي مش هيوافقوا بيكي ومش هينفع ان اخد واحدة، اهلي مش هيوافقوا ان واحدة اكبر مني ب10 سنين ان انا اتجوزها. انت معاه وعايزة منه ايه؟ انا عايز اوصل برضو، انت عايزة منه ايه؟ بتحبيه ماشي، انا اه. جميل قوي، ما انا عارف انت بتحبيه. طب واخرة الحب ده حيطة مسدودة، فانت برضك عاوزة منه ايه؟ يعني ده واحد خاطب وبيقول لك اهلي مش هيوافقوا بيكي وسنك اكبر مني ب10 سنين و والاهانه اللي هو بيهنها لك والتهزيء اللي هو بيهزقه لك وكل الكلام ده، انت عايزه منه ايه؟ اتعودت عليه في حياتي. طب والحل ايه؟ يعني انت اتعودتي دلوقتي على حاجه مش موجوده او مش حقيقيه. الحل ان احنا ننسحب ونبعد ولا نفضل متعودين عليها نهزق نفسنا ونقل من نفسنا ونهين كرامتنا معاه؟ انت عاوزه ايه؟ الحل ان انا ببقى بعد، بس انا مش لسه مش عارفه اخد الخطوه دي. هي الخطوة المفروض تكون اتاخدت من أول ما أنت عرفت إن هو 27 وأنت 37 وأهله مش موافقين بيكي أو مش هيوافقوا بيكي. بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. هو هو كان بيتكلم معايا يعني ممكن ال 24 ساعه نتكلم. حاجه زعلتني، حاجه ضايقتني، انا ما كنتش حاسبه القصه كده خالص. أنت ما كنتش انا حاسباها كنت كده، بس هو كان حاسبها إن هو بيتسلى، بيقضي وقت لحد ما يقرب إن هو هيتجوز أو يقرب إن هو هيخش ويبدأ يبعد وينسحب عنك. بصي، هو ما حبكيش، عشان بس نكون احنا ايه واضحين مع بعض. هو القصة كلها انت اتعودت عليه، هو عارف انه يخليكي انت تحبيه، انما هو ما حبكيش، عشان برضك نكون واقعيين. لان هو لو حبك، هو شاب و27 سنة وشغال وانت ما عندكيش اطفال، يعني ومش عيب ان الست او البنت تكون اكبر من الراجل. في ناس كتير اول جوازة في حياتهم بياخدوا بنات اكبر منهم سنتين 3 4 5 10، طالما بيحبها هيعمل المستحيل عشان يتجوزها، فهو ده مش عيب. فالقصة اهلي بقى ومش اهلي والكلام ده، لو هو عايز يقنع اهله بحاجة هو هيقنعهم. يعني لو هو حابب اقنع اهلي بحاجه انا هعرف اقنعهم ازاي. بس لو هو مش عاوز اصلا وواخدك انت كموضوع ان انا بضيع معاكي وقت عشان انت انا خاطب مش متجوز، بس لما اتجوز مش هكون محتاجك، هو عمل كده. فانت شايفه ايه؟ ايوه ده اللي حصل فعلا. ما هو ما عملش غير كده، كده خلاص هو بيظبط دلوقتي خلاص ان هو هيتجوز فعايز يخلع. حصل. فانت هتعملي ايه او هتفضلي كده لحد فين؟ عشان برضك ولا نكون حاجه. فاهمين. طب فين كرامتي بقى وحقي؟ كرامتك انت اللي قللتيها من البداية، من ساعة ما عرفت ان هو مش هيجوزك وفضلت مستمرة معاه. واحد بيقولك اهلي مش هيوافقوا بيكي، يعني الراجل صريح معاكي جدا، بس حقك اللي انت تاخديه ان انت كنت اول ما تعرفي ان هو كذب عليكي كنت انت سبتيه. انما انت يعني مستمرة معاه بناء على ايه؟ ايه ايوه. اللي انت عاوزاه منه؟ اه بس كل الموضوع ان انا اتعودت واتعلقت. لازم يعني هو لازم تقطعي ده ولازم تمنعيه، عشان انت كده ماشيه ورا سراب وحاجه مش هتبقى حقيقيه. عايزه تفضلي بقى مركونه وقت ما يعوزك يجيلك استمري. لا طبعا. يعني منظرك بينك وبين نفسك هتضيع عمرك مع واحد هو مش موقف حياته، هو اتجوز وهيخلف وهيعمل فرح وهيعمل كل حاجة وانتي قاعدة بتحرقي في دمك وبتتهزقي منه وبتتهني منه وبتقل من كرامتك. انت ليه قابلة على نفسك كل ده؟ عشان اتعودت عليه؟ لا، ربنا يكرمك بحد تاني يكون من سنك، ما تعيديش نفس القصة دي تاني وتروحي بردك تشوفي عيل صغير والكلام ده. يكون سنه قريب من انت 40 سنة، مش انت 40 سنة وهنروح نبص لواحد عنده حاجة و20 سنة، ما هو ده مش عقل خالص برضو. انت ممكن تكوني ما عشتيش طفولتك او ما عشتيش ايام، لا بس هنا في سن بيربطني، في سن بيحكمني ان انا ما اختارش حد حاجة و20 سنة، هعمل بيه ايه؟ نادرا لما تلاقي واحد انت اكبر منه ب10 15 سنة وهيتجوزك في الزمن ده. الناس بتقول
منظري قدام الناس هيكون ايه، شكلي ايه هي قدام الناس. وفي ناس بتقبل ده، بس الاغلبيه مش هتقبل ان انت اكبر منه بكتير. طيب طب فين حقي انا بقى؟ حقك انت هو اللي غلطان. غلطانه فيه، انت مالكيش حقوق. انت دلوقتي حق خطيبته فين اللي انت اصلا يعني انت بتخونيها مع اللي هيبقى جوزها بعد كام يوم؟ ده فين حقها؟ بتتكلمي عن حقك انت مالكيش حقوق. طب انت هو اللي حقك ان عمل انت كده. عارفه ان راجل خاطب ومستمره معاه. فين حق هو اللي خطيبته؟ عمل هو اللي عمل كده. ما هو ده بسببك انت، لان انت اصلا اخترتيه غلط. يعني ايه واحد صاحبك وكنت مرتبطه بيه مات، لقيتي واحد صاحبه في العزا بتاعه او منزل له صوره، قلت له خلاص سيبك من اللي مات وخلينا في اللي حي حي. انت غلطانه على فكره من البدايه. يعني هو جالك في توقيت او انت اخترتيه في توقيت مش ظريف ومش صح. هو ايه يعني صاحبي مات اشوف اي صاحب قريب منه؟ لا طبعا، انت غلط. وانت خسرت اللي مات الله يرحمه وراح من حياتك، وصاحبه اللي انت اخترتيه برضه هيروح من حياتك ولازم يروح من حياتك، لان في واحده تانية انت كده بتظلميها. الراجل ده خاطب، ما ينفعش ان هو خاطب وانت اصلا تستمر معاه يا حبيبتي. تمام. فانت غلطانه. حقك بقى ومش حقك، انا عارف انت بتقولي حقك ليه، عشان انت محروقه من جواك عشان انت بتحبيه. فانت عايزه اطفي الحرقه دي. تطفي الحرقه دي ازاي؟ ان تفكري مع نفسك ان ده فضل واحده يا ست عليكي. انا همشي بتفكيرك انت، مع ان هم اهله مش هيرضوا غير بكده، بس خليني ورا تفكيرك. هو فضل واحده عليكي، يبقى حقك ان انت ايه، تعملي له بلوكات وتقولي له الله يسهل لك في حياتك وشوف طريقك وانا اشوف طريقي، بحد يكون بجديه داخل معايا الحياه، ما يكونش بيلعب وعيل صغير ومشحططني ومهزقني وهو اصلا في واحده تانية في حياته عارفها او هيتجوزها. فانت حقك دلوقتي انت اللي تجيبين نفسك مع نفسك. يعني حقك من نفسك، انت غلطانه. حق الغلط بتاعك هو اللي انت فيه دلوقتي. تمام. بس انت زي ما انا بقول لك كده، انت حلك لازم تبعدي عنه، مش عشان خاطرك بس ومش عشان خاطره بس، عشان في واحده دلوقتي بعد كام يوم هتبقى مراته. مستنيه ايه؟ يقضي شهر العسل معاها ويزهق منها وبعد كده يرجع لك انت تاني؟ حرام عليك البنت. يعني ليه تعملي فيها كده؟ دي هي لسه داخله قصه جديده، فما يعني ما تخليهاش قصتها تبقى وحشه من بدايتها عشان خاطر بندور ايه على ان انا اتعودت عليه. ده مش بتاعك. سيبيه بقى، يعني سيبيه للناس اللي هم بتوعه، سيبيها لخطيبته اللي هو هيتجوزها، لان هو مش من حقك انت. تمام. فانت مع نفسك كده وانهي العلاقه دي كلها عشان هي فاشله، وشوفي انت مع حياتك بقى تعملي ايه في اللي جاي، وربنا يوفقك في اللي جاي بعيد عنه هو. ان شاء الله. خلاص. متضايقه عارف ومش عارفه تنسيه، واحده واحده وربنا تاني جعل نعمه النسيان، وكده كده هتنسيه. مجرد ما تلاقي حد يعني مظبوط او بجد دخل حياتك كده كده هيقدر يخليكي تنسيه. اكيد ان شاء الله ربنا بيعوض. بس وهيعوضك بالاحسن، واديك اتعلمت من غلطك. مفيش حد ما بيتعلمش، وانت اتعلمتي كده، واللي جاي عمرك ما هتغلطي معاه الغلطات دي. ايوه صح تمام. بس عايزه اقول لحضرتك حاجه. انا دلوقتي خلاص انت تمام وانا غلطانه في حقه. طيب ماشي. انا بقى كرامتي برضه فين؟ انت اللي غلطانه مش هو. انا شايف كده ان انت كبنت انت غلطتي في حق نفسك، وغلطت في حق واحده تانية، وغلطت في حق كل حاجه عملتيها. غلطت في، اقول لك على حاجه، غلطت في حق صاحبك الاولاني اللي توفى، ده غلطت في حقه. ان انت في العزا بتاعه عرفتي واحد صاحبه ورحت ارتبطت بيه بعد ما مات. حق ايه؟ انت غلطانه برضه. تمام. يلا ربنا يوفقك يا حبيبتي في اللي جاي، وان شاء الله اللي جاي لك احسن. شكرا لحضرتك. اتفضلي.